السلام عليكم من جديد إخواني أخواتي في قناة مطبخنا المغربي مع مريم. اليوم إن شاء الله غنتقدم معكم واحد الشهيوة زوينة غتحتاجوا فيها إلى الدجاج والورق ديال البسطيلة ولا الورق اللي كيكون جاهز اللي كنستعملوا في السمبوسه البريوات. لأول حاجة غادي ناخذ 250 غرام من الدجاج المنزوع العظم المقطع بشكل طولي بهذا الشكل، وغادي نحتاج إلى ملعقة كبيرة من الإبزار الأبيض، وكذلك غادي نحتاج إلى الثوم المهروس بهذا الشكل، يعني معيار ملعقة، والثوم تقدروا تزيدوه حسب الرغبة. وغنضيف الملح حسب الذوق، أنا درت هنا نصف ملعقة الملح. غنخلط الكل باش تمتزج ليا جميع هاد التوابل مع بعض، وغنخليها على جنب. وغتشوفوا معايا باقي المراحل. تقدروا ديروا هذه العملية قبل بساعة أو لساعتين أو ليلة كاملة. وفي إناء آخر غادي نحتاج إلى مايونيز. تقدروا ديروا المايونيز المنزلي الصنع ولا تقدروا الجاهز اللي كيكون أقل سعرات حرارية. غنحتاج إلى ربع كوب من المايونيز، وكذلك غادي نحتاج إلى الكريم فريش، الكريمة السائلة، إلى 3 معالق من الكريمة السائلة. وكذلك غادي نحتاج إلى الفلفل الأبيض الإبزار ملعقة، وكذلك غادي نحتاج إلى الفلفل الخضر الحار الحراء والملح نصف ملعقة. غنخلط الكل بهذا الشكل جيدا. وهنا المكون اللي هو ان شاء الله كيزيد هاد الشيء ديال هاد البريوات كيجيو واحد النسمه، وهو الكروم مقطع بهذا الكروم، بهذا الكابيج مقطع بهذا الشكل. وكذلك هنا درت واحد ملعقتين من البصل الاخضر، خديت غير ديك الجهه ديال البصل الاخضر. هذا البصل الاخضر المقطع بهذا الشكل ومع الكابيج يعني الكروم، راه صدقوني والمايونيز راه كتجي روعه 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 في المذاق. وان شاء الله غتجربوها وغتخليو لي الراي ديالكم في التعاليق ان شاء الله. وكنشكر من هذا المنبر اي واحد خلى لي تعليق جميل وساندني. ما تنسونيش دعموني بلايك وتقاسموا الفيديو مع أكبر عدد من الأصدقاء. هنا في مقلاة وكنسخنوها، كنضيفوا عليها ملعقتين من الزبدة. بعد ذلك غادي نضيفوا الدجاج اللي تبلنا من قبل، والنار كتكون نار متوسطة، وواحد الملعقة من الأحسن خشبية باش كتحافظوا على المقلاة ديالكم إلا كانت ما كتلصقش. كنبقاو كنحركوا بهذا الشكل. النار تكون متوسطة أو فوق قليلا من المتوسط باش ما السوائل كلها ما كتطلقش وكتحمر عندنا بهذا الشكل. ويا ريت الزبدة تكون حيوانية باش كتعطي واحد المذاق رائع. مني كيوصل عندنا الدجاج، كيوصل عندنا لهاد المرحلة كيولي هكا كريسبي ومحمر. بعد ذلك غادي نمشي لواحد الإناء آخر. أنا استعملت هنا عندي الإناء زجاجي ووضعت فيه بيضتان، وغنضيف ليهم هنايا ملعقة صغيرة من هاد تشيلي فليكس، هو سودانية، ما عرفتش باقي الدول اش كيقولوا ليه. بعد ذلك غادي نضيف واحد الملعقة من الجبن الموتزاريلا ولا أي جبن آخر كتحبدوه، غتقطعوه مكعبات صغيرة، والقليل من الملح لأن الجبن غيكون شوية مالح وحنا أصلا ضفنا الملح. بملعقة غادي نخلط الكل حتى يمتاز عندي. هنا غادي نمشي للورق ديال السمبوسه ولا الورق ديال البسطيله. غادي ناخدو بهذا الشكل اللي كيكون مستطيل قطع، وغادي ندير في الوسط. هنا دهنت بالدقيق والماء، وهنا وضعت نفس الشريط مخالف على شكل زائد بهذا الشكل. وكما كتلاحظوا معايا هنايا غتشوفوا معايا عاوتاني هنا راه كان ابلي كندهن الدقيق من الدقيق والماء هنايا مخلط بهذا الشكل.
كما كتلاحظوا معايا الشكل كيكون على شكل زائد. غنجي في الوسط غادي نوضع الخليط ديال الكروم والمايونيز والكريم فريش اللي درنا مع بعض بهذا الشكل. ما كنخرجش من داك الاطار اللي كيكون في الوسط، يعني هو هذا اللي كيعطينا الشكل ديال ان شاء الله ديال هذه المقبله، ولا كتدير بحال البريوات كتجي روعه. غندير شرائح ديال الدجاج اللي قرمشنا، ومباشره كتضيفوا اي نوع من الجبن اللي كتبغيو. انا ضفت هنا الموتزاريلا، ولا تقدروا تضيفوا بارميزان ولا اي نوع اخر من الجبن. وهنا غادي نلف بهذا الشكل. غنجيب الطرف الاخر ونجيب الطرف المعاكس له، وغنبقى بحال هكا. الحشوه راه ما غاديش تخرج بهذه الطريقه، راه كتجي روعه بهذا الشكل. ما تنساوش انكم يعني تدهنوا جميع الاطراف اللي دابا كنخالفوا فيها بالماء والدقيق، كتكون بحال واحد الكولا هي باش كتلصق. شوفوا معايا راه كيجي الشكل رائع. ومباشره غادي هنايا غادي نفندها في الدقيق بهذا الشكل من جميع الجوانب. لا نتاكد انها خدات داك القدر الكافي من الدقيق. ومباشره غادي نغطسها في هذاك الخليط ديال البيض اللي مسبق. صدقوني راه هاد الفلفله السودانيه هاد الحمراء راه كتعطيها واحد اللذه روعه. ومباشره اخر مرحله غادي نوضع هنا هي الشابلور بهذا الشكل، ولا الخبز المحمص اللي كيكون كتبرشوه. تقدروا تضيفوا غير سمولينا فاين، يعني السميد الرقيق، ولا شويه اللي متوسط الا ما كانتش متوفره عندكم لا شابلور حتى هي كتنفع. ومباشره غادي ندوز اللي ان شاء الله تشوفوا معايا الطريقه ديال القلي. هنا في مقلاة وضعت واحد الكميه من الزيت، خليته حتى سخن جيدا، ونقصت على النار، رجعتها من الاعلى الى المتوسط. وهنا كما تشوفوا معايا كنوضع عندي الشرائح اللي حنا جهزنا مسبقا حتى كنتاكد ان الجهه الاخرى خدات داك اللون الذهبي. وكنبقى نقلب على جميع الجهات باش كتجي مقرمشه. ان شاء الله غتجربوا هذه الوصفه هذه وغادي تعجبكم. شوفوا معايا الشكل ديالها من الداخل. كنتمنى الفيديو نال اعجابكم. الى فيديو قادم ان شاء الله.